اللي هو ابو تريكه، زي انا ما قلت، طلعت قلت ابو تريكه حاجه وانا حاجه تانية. الناس افتكرت ان انا لا، انا عايز ابقى انا اعمل حاجه لنفسي وشخصيه لنفسي خالص. هو زي ما سعد قال لك، هو ابو تريكه في حته تانية، زي ما هو كان بيقول لي اول ما طلعت ابو تريكه في حته تانية، وده يعني ده مش هيتكرر تاني، ده من وجهه نظري. فاهم؟ انا شايف اللي هو يعني بعيد جدا عني جدا، لسه ما وصلتش. حتى الناس بتقول خليفه ابو تريكه، لا لسه بدري ولا لسه عملت حاجه اصلا. فانا شايف الناس لما بتقارن دي حاجه كويسه وحاجه تبسطني وكل حاجه، بس انا شايف اللي هو الفرق لا كبير جدا يا مهيب. لسه شويه. بس احنا حاسين ان انت في موهبة، ممكن تقدر تعمل حاجة للنادي الاهلي وممكن تكمل مسيرة ابو تريكة. انتوا اللي شايفين، فيعني الناس هي اللي شايفه، فانا ان شاء الله اكون عند يعني عند حسن ظنهم الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني الناس لما بتتكلم دي حاجه بتبسطني وكل حاجه، بس طبعا كل ده بالاجتهاد والاجتهاد في الملعب. فان شاء الله ده اللي انا هحاول اعمله الفتره اللي جايه للنادي زي انت ما قلت. بس فيعني كل اللي عندي اللي انا اتمرن كويس، واقصى حاجه اقدر اعملها للنادي طبعا هقدمها له، ده عشان ده هيبقى اقل حاجه طبعا اقدمها له. انت عديت المرحلة دي، مرحلة ان انت ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة، دلوقتي شايف الناس بتقول رمضان رمضان رمضان، والدليل على ده وجودك في منتخب مصر. طبعا زي ما انت ما قلت، هي ممكن مثلا اكون عديت الحته. انا اول ما طلعت كانت الناس بتقول على طول ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه. حتى انا لما طلعت قلت لا، انا مش ابو تريكه، انا رمضان. الناس زعلت مني، مع اني انا بص، انا من جوايا بموت ابو تريكه، مبسوط جدا طبعا. فانا زي ما قلت لك، انا بالنسبه لي ابو تريكه ده في حته تانية خالص. فالناس دلوقتي لما بتقول رمضان ومش عارف ايه، دي طبعا حاجه تبسطني، اللي هم بقوا حسوا ان انا ليا شخصيه، حسوا ان انا يعني راجل مثلا بأدي الشغل اللي عليا في الملعب بعيد عن ابو تريكه، بعيد عن اي حاجه. فدي طبعا حاجه تبسطني. بس لما حد بيقارني انا بابو تريكه، دي حاجه من جوايا انا. حتى لما انا بطلع اقول لا انا حاجه تانية، دي حاجه من جوايا، ببقى مهيب فرحان جدا طبعا ابو تريكه.